السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما عنوناها، ما يحدث في فرنسا يحدث في الجزائر. ما نفعل إلى دو فاسون أوتوماتيك، بطريقة أوتوماتيكية أو بطريقة ممنهجة أو بطريقة مدروسة. المهم يا مواطن افهمها كيما تعرف. البخس بالإبر كانت الصائفة هذه اللي جازت، كانت صرات في فرنسا ظاهرة هذه البخس بالإبر. خرج فينومين تاع هكا يبيكيو الناس، وشنو كانوا يبيكيوهم بزاف حاشاكم في ديسكوتيك، في الملاهي، اماكن ملاهي، باسكو خاطش علاه يقبطوا في لجان ويكونوا في حاله غيبوبه، ويكونوا نفس السيناريو يندار في الجزائر، ولكن بامراه متجلببه كشغل ديك الحكايه تاع الغوله اللي تخوف الذراري ولكن من الغريب في الامر انه القصه تنسج على الطريقه اللي يهضمها ويحبها المواطن الجزائري. حنا نعرفوا ان المجتمع تاعنا مجتمع خرافي يؤمن بالخرافات والاساطير، نسجت وكانها خرافه. مش عارف هذه المراه هذه اللي متجلببه، اسكو تطير مع الريح، تمشي مع الغيام، ما من عين دفله لتيارات واسمو بلاصه واحده اخرى، وتبيكي الزهري غادي ندير لك حنه وتبيكي، وبدون ان يتم القبض عليها هذه المراه، او حتى لي كاميرا سيرفيونس. ما فهمتش انايا، بارتو واحد يسرق فيلو برا يديروا في الفيسبوك يمرشوه، 70 كاميرا تحكموها وسرق فيلوها وسيت كيفاه دايرها وسيت كيفاه داير، مرة تسرق بحال وتجيب هذه المرة مكنتش تجبدها، وامام المؤسسات العمومية. القصة حبكت على طريقة على طريقة خرافية يحبها المجتمع ويكونسوميها، والوقت بيننا يثبت واش رانا نقولوا.